حميد كيفاجأ الأم ديالو برد صادم في أول خروج ديالو اللي كشف فيه على الحقائق والكواليس ديال الخلاف بيناتهم، كيفاش بدا، كيفاش كبر، شنو اللي خلاه يوصل لهذا الحد ديال أنه حتى في العيد تبقى مستمرة هاد القطيعة بيناتهم. طبيعة الحال من بعد ما شاف الدموع ديالها بالأمس اللي طيحتهم على ودو، لأنه ما كانش بيناتهم ولأنه مازال حاقد عليهم، فخرج مشاهدينا اليوم حميد وحط النقط على الحروف ووضح بزاف ديال الحوايج اللي هو كان ساكت عليهم، ما كانش باغي يخرجهم، ولكن من يوصل الأمر أن كل شيء تحط عليه فخرج كيوضح لا هو ولا كذلك مريم على المسألة ديال السخط وهاد التيكيتا هادي اللي تحطات عليه في اليوتيوب كيف ما غادي يقول. وكذلك مريم غادي توضح على واش هي فعلا اللي واقفه في الطريق ديال هاد العلاقه باش تبقى منقطعه، وكذلك على الحوار اللي داز بينها وبينو نهار العيد بخصوص الزياره للام ديالو، وكذلك نسابو اللي الناس كتير شافوا انه فضلهم على العائله ديالو في داك النهار. فمرحبا بكم جميع مشاهدينا في هذا الفيديو اللي كنمستي عليكم كاملين فيه، وغتتابعوا معنا من خلال هذا الفيديو اخر الحقائق اللي خرجوا من المعنيين بالامر، خصوصا حميد اللي كل الاتهامات وانتقادات كذلك توجهت ليه في هاد اليومين الاخرى ديال العيد بطبيعه الحال، وكلهم كيشوفوه بنظره وحده ديال مسخوط ديال الشخص اللي هاجر الام ديالو وداير مقصر في حقها، وكيحطوا كذلك العتاب على مريم على انها هي داك الشيطان اللي واقف في الطريق ديال هاد العلاقه بيناتهم باش تبقى على هاد الوضع. فخرج مشاهدينا حميد على لسانه كيجاوب على المساله ديال السخط وكيفاش كيشوف هو راسو وكيفاش كيعتبر السخط اصلا باش انه يمكن ليه نعتبروه كينطبق عليه. وكذلك مريم مشاهدينا اللي خرجت معاه في نفس اللايف ديالهم بطبيعه الحال وتكلمات على لسانه في شي حوايج وضحاتهم هو ما دخلش فيهم، ولكن اكيد انه كان حداها وكيزكي كلامها لانه كدوي بفمو، كانش عنده شي اختلاف مع كلامها، كان غيعترض. فداك الشيء علاش داك الشيء كيتحسب عليه حتى هو انه هو اللي قالو، مادام هي كتصرح على لسانه كتقول هذاك الشيء وكتنسبوا ليه بطبيعه الحال في وجههم. فغادي نعرفوا مشاهدينا كل هاد التفاصيل هذه، وغادي يكونوا في 3 ديال النقط غادي نختصرها لكم لان مريم دارت لايف طويل، وديك النقط اللي مهمه هما هادو في هاد الخرجه هذه. الاولى كما قلت لكم على العائله ديالها، نسابو اللي مشى عندهم نهار العيد كبر بهم تصور معهم، والام ديالو طبيعه الحال كتشوف دوك المشاهد كيفاش اعتبرها، شنو الحوار اللي داز بيناتهم باش ما ترددش انه يديرها رغم الخلاف مع الام. والنقطه الثانيه بخصوص العهد الا بغينا نقولوا اللي بيناتهم هو مريم كما قلت لكم في هذا الامر هذا، يعني واش ممكن نشوفوا واحد النهار انه انتهى ورجع السيد مع عائلته ولا هذا الشيء مفقود فيه الامل. والنقطه الثالثه واللي كنظن انها مهمه كذلك وهي الابناء ديالو الله يخليهم ليه بطبيعه الحال بثلاثه، اللي الناس بزاف كيقولوا ليها اللي درتي، كيقولوا ليه هو مريم اللي درتو، يعني خصوصا اللي هو لانه هو اللي محطوط في هذا الموقف دابا، اللي درتي مع والديك مع الام ديالك غادي يديروا لك ولدك. فكان الرد ديالو هو وكذلك مريم نقدر نقول صادم في هذه المساله هذه، وكيوجه فيه الاتهام مباشره الام، كيحط على اللوم فيه، يعني ما كيعتبرش راسو يعني انه هو دار شي ذنب ولا شي تقصير مثلا مع الام. وهذا الشيء غيبان لكم مشاهدينا في هذه الخرجه هذه اللي غادي نبداو بطبيعه الحال بالنقطه الاولى اللي تكلمت على مريم على العائله ديالها، شنو اللي خلاه انه يفضلها ويمشي عندها نهار العيد ويخلي الام ديالو. فنبداو معها وغادي ننتظر لايكاتكم يكونوا معايا وما تنساوش ليا في الفيديو. وبالنسبه لحميد اللي تيقولوا لي حميد ديتيها عند امك وكذا كذا، انا ما كنبغيش نتطرق لها. انا حميد ما ديتوش عند امي، انا شديت حميد قلت له هذا النهار العواشر الا ما بغيتيش كاع تمشي عند والديا على خاطرك وما بغيتيش تدخل وما بغيتيش تبان كاع في الفيديو راك غتمشي عند والديا وحكا تفادى الهضره الناس. قال لي انا والديك ما داير لي حتى شي حاجه، وعمر كلمه العيب ما قالوها فيا، فما عندهم حتى شي ذنب علاش انا ما نمشيش نبارك العواشر نسيبي ونسيبسي. هذوك ناس بعاد موقرني كانوا كيحترموني، طراو لك مشاكل مع والديك عمرهم ما اذوني بكلمه شينه، عمرهم ما جبدوني بالكلام الخايب. فهذوك الناس ما عندي علاش، انا ما قلت له يلاه معايا صحه. هاد النقطة ما غاديش نكتر فيها مشاهدينا، ما غاديش نوقف عندها كتير لأنه ما بانش ليا فيها شي عيب ولا قلة الصواب أنه يمشي عند نسابو يبارك اليوم في العيد.
ولو انني كنختلف مع مريم في النقطه اللي قالت ديال نسابو عمرهم ما مسوه بشي حاجه. فعلا هو الا غنتكلموا عليه هو كشخص عمرهم ما قالوا فيه العيب ولا شي كلمه هكا، ولكن في عائلته حنا عارفين البدويه ورجاء فين وصلوا معهم، خصوصا خواتاتو، وما بقاش مازال كما كان نقولوا فين الوجه مازال يجي على الوجه، للدرجه اللي وصلوا ليها راكم عارفين الارشيف بيناتهم بجوج. فإلا غنتكلموا عليه هو كشخص ما بقاش مازال يدير حساب لعائلته، خرجهم من يعني الكارت ميموارك ديالو كما كيقولوا حتى هما، يعني نقولها بهذا المعنى هذا، يعني خرجهم من لا ليست ديال الناس اللي في حياته. فغادي نقولوا نمشيو مع مريم في هذا الاطار، وغادي نقولوا راه الامر عادي، يعني بحال البارح بحال اليوم ما تبدل والو. اما الا كانت عنده ديك النفس على عائلته راه غادي تبان ليه باللي حتى هما يعني داروا شويه ديال العيب مع عائلته. يعني هذا باش نكونوا كنتكلموا بكل حياد، ماشي مع نادية وفي نفس الوقت ماشي مع مريم، يعني ما كندافعوا حتى شي طرف، ولكن الا غنتكلموا بالمنطق فهو هذا. بالنسبه للزياره ديالو بطبيعه الحال نسابو، الا هو كيعتبر انه دوك عائلته ما بقاش حاسب راسو عليهم، راه غتبان ليه بانه كلام مريم على حق، وإلا كان العكس هو الصحيح. فغادي ندوزو دابا مشاهدينا النقطة الثانية، عاد غادي نمشيو نسمعوا ليه هو حميد مباشرة شنو اللي قال في الرد ديالو على الأم. بطبيعة الحال غادي نسمعوا دابا لمريم بعدا في النقطة الثانية اللي غتتكلم عليها، أو التعهد اللي بينها وبينه على هذا الأمر هذا، يعني متفقين بجوج على كلمة واحدة. داكشي علاش كتشوفوا حميد لحد الآن باقي في القرار ديالو، باقي في الموقف ديالو اللي خلاه ما يمشيش يعتب عند الام نهار العيد. فنستمعوا ليها مشاهدينا، وعاد ندوزو النقطه الثالثه قبل ما نمشيو عند حميد، اللي هي على ولادهم. كما قلت لكم الا تحطوهم في ذاك الموقف واش يقبلوها من ولادهم انهم يدار لهم هذا الشيء اللي وقع ليه دابا مع الام ديالو. نتابعوها ونتمنى لايكاتكم ما تكونوش نسيتوهم ليا على الفيديو. حيت منين وصلوا ولادي ولاو حراميين، راه هذا الاب خصو يدير اعتبار لدوك الاطفال، ويدير قيمه لدوك الولاد، ويحفظ الكرامه ديال دوك الولاد. تسمعوا خوتي متتبعين، الا كانوا ولادي حراميين راه داك السيد غينسى ما داز عليه وغادي يمشي، والا كانوا ولادي حلاليين راه غادي يوقف وغيدير قيمه لولادو وغيدير كرامه لولادو. حيت انا ما داياش وليا، انا دايا راجل اللي غيصونني كيصايناه وغيدير لي اعتبار كيدير له اعتبار مع عائلتي. اذا الاتفاق او العهد اللي بيناتهم كيف ما سمعتوه على سنه كله اساس ديالو هو الولاد، يعني ولادو واش حلاليين كما قالتي ولا حراميين. يعني الا غتمشي عندهم داركم ام ديالك، يعني راه داكشي اللي قالوا فيك صحيح، وان ولادك فعلا ماشي حلال. وإلا ما غتمشيش وغادي دير اعتبار، لان انا كتشوفوا هي في كيف ما سمعتوا من كلامها انه اعتبار ليها وقيمه ليها في هذا الشيء اللي داير دابا على هذا الموقف هذا، انه مقاطعهم. يعني الا هو مشى راه فعلا كلامهم صحيح، الا مشاش راه ولادو حلال. يعني وكلام دوك الناس راه ما منو والو. هكا مريم يعني متفقه معاه، وهكا مدخلها ليه راسو، وهكا معاهده هي وياه. وهو طبيعه الحال مادام الامور عنده كيشوفها بالطريقه هذه وبهذا المنطق هذا اللي قالت مريم، فعمره ما غادي يمشي مادام ان ولادو الامر كيمسهم، ومادام ان ولادو الا مشى راه غيكون كيطعن فعلا في الشرف ديالهم وفي النسب ديالهم، وعلى اساس دوك الناس داكشي اللي قالوا فيهم راه صحيح. يعني لان الفيلم كله داير على هادشي، على داكشي كما قلت لكم من قبل على ولادو راه تقال فيهم راه هذا. ولحد الان مريم كنسمع ليها كنحاول نفهم واش فعلا عندها شي حاجه ملموسه، لان هذا مساله خطيره وعلى قبلها مقطوعه هذه العلاقه هذه، لانه قالت في كلامها بزاف ديال النزاعات الخلافات اللي كانوا كيوقعوا من قبل، وكانت كيمشي عند دارهم كانت كتقول ليه سير ولو هي معاهم ماشي على ما يرام. ولكن هذه المره لان الامر متعلق بولادهم والنسب ديالهم فممنوع منعا كليا كما كنقولوا. و بكل صراحه لحد الان قالوا لي بزاف الناس راه ناديه كانت خرجات في واحد اللايف وقالت فعلا يقدر يكون، يعني ممكن تكون قالتها على مريم، ولكن الام ديالو حنا علاش كندويو واش عندهم شي دليل ملموس ان حتى هي قالت داك الكلام، او لا مثلا ناديه
اولا زكات الكلام ديال ناديه وهي كتقول وحدها، ولا شي حاجه بحال هكا، ولا في داك الخلاف او داك المضاربه اللي كانت كتوقع من بيناتهم مباشره تقالتها يعني وهي سمعتها ولا حميد سمعها. من غير هذا الشيء راه صعيب الانسان يقول واحد الحاجه على انها كاينه ويحطها صافي يعني كعقيده في الحياه كامله غتبقى ملصقه على الام ديالو ومانعاه على انه يشوفهم. داكشي علاش كنقول وكنتسائل واش فعلا مريم عندها شي دليل على هذا الامر هذا، انها الام ديالو فعلا اللي خرج من سنه وقالته، علما ان الام من بعد خرجات وجاوبات وتبرأت من هذا الكلام وكتبكي وكتقول تحط عليا باطل وانا عمري ما قلته. وما كاينش اللي كيقدر يغير حميد في وجهي انا، حتى هو عنده قيمته، ولكن حتى انا واقفه على القيمه ديال الراجل ديالي. كلشي كيحترمو في عائلتي، كلشي كيقدرو، ما كاينش اللي كيهضر فيه بالكلمه الشينه، وبلاصتو هي الوسطانيه في وسط حبابي، حيت انا دايره قيمه لهذا الراجل. فكنستاهل انا هذا الراجل يصوني ويحفظ لي قيمتي ويحفظ لي كرامتي كامراه ديني. واللي حرم لي ولادي ما يعزي فيا ما نعزي فيه، واللي جبدني باللي ما فياش ما ينسب عليا ما نسب عليه. وهذا الراجل اللي بغى العائله ديالو وشاف راسو ان عائلته ما ظالماش وان عائلته ما دايره حتى شي حاجه لهاد الاولاد، هو انا ما شدهش بسناس، بغى يحفظ الكرامه ديال هاد الاولاد ويحفظ كرامتي كامراه، يشد تيقارو ويعيش مع ولادو. ما كنظنش كاينه شي حاجه اكثر من هذا الشيء واوضح من هذا الشيء اللي سمعته. مريم خرجت لها نيشان واضحه معاه في هذه النقطه هذه وفي هذا العهد هذا اللي دايره هي وياه على علاقته بعائلته. يعني نقدروا نقولوا بهذا الكلام اللي سمعته انها تقريبا انتهت، لانه بالنسبه ليه ما غيقدرش يفوت هذا الكلام ويمشي عندهم. سمعتو كيفاش ردت عليه بعائلتها، يعني الاحترام والاعتبار اللي دايرين ليه، كذلك بولادو اللي هي اكثر حاجه مهمه بطبيعه الحال عنده. الى مشيتي راك ما صينش العرض ديالهم والعرض ديالي حتى انا، وإلا شتي تقارك راه العكس، وراك غتكون احترمتي ولادك والنسب ديالهم والقيمه ديال مراتك بطبيعه الحال. كيف ما سمعتوا يعني اي راجل غيسمع، ماشي اي راجل، كنسحب هذه الكلمه، ولكن هو بطبيعه الحال بالشكل اللي كنعرفوا عليه الا سمع هذا الكلام بطبيعه الحال ما غاديش يدير العكس ديالو ولا يمشي يدور في ديك الجهه ولو يكون فيها رزق ديالو، ولو ان الامر متعلق بالام ديالو. بكل صراحه هاد المساله هادي علاش قلت لكم خطيره ديال ولادو باللي الام ديالو قالت فيهم داك الكلام. مريم الا ما كانش عندها شي حاجه كتثبت هاد الشيء فغتكون هزات على رقبتها واحد الذنب كبير، وكنقولها وكنتحمل المسؤوليه، لانه باش تقطع علاقه بين الابن والام وتكون يعني قنعتي داك الشخص، لان ما كنظنش حميد غيكون سمعها مباشره. طبعا تقالت لي على انه راهم حرموا لك وداروا لك وداروا لك، ما عرفتش من شكون، واش من مريم ولا غيرها، ولكن الا كانت ما عندهاش وما سمعتهاش هي وغير تقالت ليها فغتكون دات واحد الذنب في هذا الامر هذا، وغير حنتيش هي ما فهماش معاهم حنداروا ليها باش بغات حتى هو يكون معاها في الخط. فإلا كانت الامر بحال هكا انا طبعا ما غنقولش واش هذا هو الواقع ولا لا، ولكن هي اللي عارفه. يعني الا ما كانش هاد شي حاجه اللي كتاكد هاد الشيء اللي كتقول فغتكون دات ذنب اكيد مع الله في هاد المعصيه هادي اللي دار هو مع الام ديالو والقطيعه طبيعه الحال اللي بيناتهم لحد الان. غندوزو دابا النقطه الثالثه مشاهدينا اللي متعلقه كما قلت لكم بولادو. السؤال اللي بزاف منكم بطبيعه الحال غادي يطيح في الدين ديالهم وكيقولوها لمريم في التعاليق، واش يقبل هذا الامر هذا من ولادو انهم يديروه ليه الا تحط في نفس الموقف بلاصه الام ديالو. وكاين الناس اللي كيقولوا لهم انتظروا نفس المصير من ولادكم لانكم مشيتوا في هذا الدرب هذا ديال السخط. فهذا طبعا التعاليق ديال الناس. شنو الرد ديال مريم؟ عاد غندوزو مشاهدينا عند حميد المعني بالامر مباشره اللي غيجاوب على السؤال ديال واش فعلا كيشوف راسو مسخوط مع الام ديالو كيف ما كيتقال وكيف ما لمسنا في الدموع ديال الام ديالو ولا لا. نخليكم معاهم. بزاف الناس يقولوا لي داكشي اللي درتي راه غيديروا لك زياد، ياكم اي وقت ملي نحرم زياد ولادو يدير لي كثر. من دغي زياد 3 شكايات، ملي كيمشي يستمعوا له تيقول لهم شنو مضمون الشكايات، يقولوا له راه مرتك عايرت وانت ما ضربتيهاش. ديك الساعه تيقدر يدير لي زياد كثر من هوك. ومنين زياد نجي نعطيه بلايصه فين يعيش ومنين قادد هاوي تكون نقول له لا خصك تخرج بالافراغ ونمشي ندير به شكايه الافراغ.
غتلاحظوا هنايا ان راه حميد راه جالس حداها وكتحيي جميع الذكريات الموجعة اللي واقعة مع عائلته كلهم وحدة بوحدة، وكيف ما سمعتوا كتحطم على ولادها، يعني لو جاو منها هي ليهم ولا من الاب ديالهم ليهم، فشنو غدير هي؟ واش بنفس الحاجة اللي دايرة دابا هي وحميد ولا لا؟ نتكلموا على حميد بالخصوص لان هذيك الام ديالو، واش غدير نفس الحاجة ولا لا؟ نسمعوا الرد ديالها عاد غادي نرجعوا باش نكملوا، لانه هادشي كله غتقول مريم راه انطبق عليها هي وعاشته مع الام ديالها حاجه بحاجه، يعني تقريبا نفس الوضع. داكشي كل اللي شكات منه من حميده لانه تعرض ليه من الام هي عاشته كذلك في الخلافات ديالها مع البدويه، ماشي فقط الخلاف الاخر اللي تصالحوا عليه، الخلاف الاول كذلك لانهم وصلوا للقضاء. كانت قالت البدويه انها غدي المحامي باش يدعيو مريم لانها دارت تشهير بزهير، كذلك مريم دارت نفس الشيء، وشي حوايج من بعد تما تحطوا خرجتهم الام ديالها على بلا ما نتكلم، يعني الامور اللي شويه داخليه ديال مريم بزاف الحوايج راكم عاقلين عليهم الناس طبعا اللي تبعوا هذه القضيه. يعني الا غنديروا المداوره ولا الاسقاط ديال هادشي كله اللي قالت مريم على هي، فغنوصلوا نتيجه واحده انه دابا لحد الان خصها تكون باقا مقاطعه مع الام وباقا مخاصمه معها حفظا الكرامه ديالها، يعني الا غنمشيو بنفس المنطق اللي دوات به مريم. ف هذه طبيعه الحال باش يعني نشوفوا الكلام ديال مريم الى اي مدى الا تبقاتوا على راسها واش تقدر هي دير به ولا لا، مادام ان الامر متعلق بالام، ومادام ان بالنسبه لها ولو تكون الام يعني لو وصلت لواحد الحد صافي كتولي خصك اوبليجي تقطع معها الصله بصفه نهائيه، كيف ما دابا ما غنقولش حكمت على حميد ولكن قنعات حميد باش انه حتى هو ياخذ نفس الموقف. ولا نخلي الناس المهم بزاف ديال المشاكل ما غاديش نطرقوا لهم. المهم انا ملي ندير هادشي زياد يدير لي انا يهزني يديني الخيريه، انا ماشي عاد غادي ما يجيش عندي، انا بغيتو يهزني ويديني الخيريه حيت راه كل حاجه عندها حدود. كنظن غتكونوا فهمتوا دابا مشاهدينا علاش قلت لكم مريم كتمشي لابعد مدى، واللي ما يخليش مازال حميد مجال للشك ولا انه فين يتردد ولا فين يقول شي نهار اعود لهم تراجيم ولا يبدل القناعات ديالو. سمعتوا انها قالت باللي ولادها الا كانوا في داك الموقف وتعرضوا لنفس الحاجه منهم من الام ديالهم طبيعه الحال والاب، فكيستحقوا الخيريه كاع يديهم ليها دار المسنين على انهم يسامحوا ليهم ولا يتعاملوا معهم واحد النهار. هذا بالنسبه لها ذنب لا يغتفر وما عندوش نهائيا يعني شي مجال ولا شي فرصه للصلح ولا انه يتحل شي نهار. يعني هذا بالنسبه لها باب مسدود كيف ما سمعتوا. وقلت لكم ان مريم لو ما كانتش حطت في هذا الموقف مع البدويه شي نهار الام ديالها غادي نقول وغادي نمشي معها في نفس الاتجاه وغنتيقها وغنقول هي فعلا هذه القناعات ديالها، لانه لا كانت هي تحطات فيها غادي دير بها. بينما شفنا مع الام ديالها كيف ما شفتوا الخلاف ما دارش عليه العام وتصالحات معها، رغم ان الام كما قلت لكم وصلوا لواحد الوقت في الاول فاش خرجت مريم كتقول فلوسي مشات القضاء لانه الاخرى قالت غندعي والاخرى قالت غندعي، انت درتي تشهير ولد اختي مريم راكي رد ليا فلوسي وحتى هي بغات تعيه. يعني وصلوا للقضاء. الثانيه على الاولاد او على الشرف او على كما كيقولوا حرمتي الاولاد، كتقول هي واحد اللايف البدويه بطبيعه الحال انها خرجت وكتحرش على الناس وكتعطيهم اوديوات في الواتساب باش يقولوا على هي مصاحبه على حميد بواحد السيد في فرنسا. كنظن هاد الروايه غتكونوا سمعتوها، يعني كانت نسبتها واحد القتل الام ديالها على انها هي اللي خرجتها، كذلك على حميد انه في الحبس كذا وكذا وكذا وقع ليه. كنظن انه هاد الامور هذه هي دست منها مع الام ديالها، فوصلوا لهذا الحد هذا من العيب. ومع ذلك ما بقاتش في الموقف ديالها ديال انه عمر ما يكون الصلح والعزو ما يدوش بيناتهم وداك الشيء كله اللي كان تقال، وسمحات ليها وما اعتبرتوش انه ذنب لا يغتفر. فمع حميد علاش اختلف الوضع وعلاش اعتبرته بانه استثناء وبان داك الشيء راه لا دار صافي خص العلاقه تموت بصفه نهائيه. هذا كيبقى السؤال وكنطرحو كنشوف نتوما مشاهدينا واش عندكم جواب عليه، لانه انا ما لقيت فيه تناقض عند مريم
وكيبين بانه كاين امور شخصيه عندها هي حاضره في هذا الموقف هذا اللي عند حميد. يعني هي مخليها مقتنع بداك الشيء لانه هي مضروره بزاف من دوك الناس. اما من ناحيه ديال الخطيئه ديال الوالدين مع الابن فماشي غيخلي ان العلاقه صافي توصل للحد ديالها كيف ما هي كتقول دابا. ولو هذا الشيء كله اللي عاودات نقدر نتفق معها في بزاف الحوايج راهما غلط. يعني خص الام تعتذر عليه الا كان بصح طبيعه الحال دارته، ولكن ماشي يوصل لحد انه صافي ما يبقاش مازال شي نهار امل في الصلح بيناتهم. غادي ندوزو دابا عند المعني بالامر مباشره حميد، وبيه غنختموا الفيديو. واش هادشي اللي كتقول مريم معاها فيه كيسيني عليه بالخمسه كما كنقولوا، واش اولا كيشوف السخط بمنظور اخر؟ نخليكم مع الرد ديالو على هادشي، وعلى طبعا الخرجه ديال الام ديالو كيفاش كيشوفها. السخط راه فيه وفيه، السخط يعني كتكن راه فيه وفيه، ماشي السخط راه اسيدي انت خلينا مريم غير نسمعوا الحميد شويه نعرفوا شنو بغا يقول. ما فاتش حتى كيف ما سمعت شتو 3 ديال الثواني ما كاملاش حتى نص دقيقه ووقفاتو كتكمل هي الهضره. كيف ما سمعتو كيقول الناس اللي كيقولوا عليه مسخوط قال لهم انا مرضي. يعني باش تقولوا مسخوط راه السخط فيه وفيه. يعني بالنسبه لي هاد النمط اللي هو دابا واخدو مع الام ديالو ديال القطيعه ديال الهجره بيناتهم ماشي سخط. يعني السخط ورا سمعتو مريم دوات على بزاف الحوايج ديال انه السبان ما كاينش، عمرو ما سب الام ديالو، ودي فعلا كاينه ما كذباتش فيها. عمرو ما ضربها، عمرو ما يعني هجم عليها ولا اذاها بشي حاجه. هاد الامور هادي بالنسبه ليه هي اللي كتمثل السخط. وحتى بالنسبه لمريم ما دام ما كيديرهاش فاذا ماشي مسخوط وراه مرضي. يعني هذا هو التعريف ديال السخط بالنسبه ليه وبالنسبه لمريم، وهما اللي مقتنعين به. وطبعا هو الراي ديالو من راي مريم. ونخليكم مع ديك الكماله ديال لانه وقفاتو فاش كان كيدوي وكملات الفكره بلاصتو. خليكم معاها. مسخوط، خليك مسخوط، انت مسخوط على ولادك، فين المشكل؟ مالك كتصوت شي حد، كتسب شي حد، كتعاير شي حد، كتدير العرضه لشي حد كيعاير لك شي حد؟ ما انت داخل سوق راسك، ما كتادي حد، اديتي في ولادك شاد ثقارك. ما كاينلاش انسان عاد يزيد يطول في هذا الحديث المؤمن اللي عنده شي غير ماشي فيه. كتقول الكلمه كيف ما سمعتو كيكونفيرمي هو وراها. يعني هادشي غنفهمو منه وغنوصلوا ليه الخلاصه من خلاله على ان هادشي كله اللي سمعتو في الفيديو مريم كتقولو راه بلسانه هو معاها في الخط على طوله، ما كيختلف معاه في شي حاجه. هادشي اللي سمعتو قالتو كله يعني جا من دوك الناس عائلته من الام ديالو. دابا المشكله مريم كدير واحد الخلط، الحاجه اللي جات من خواتاتو ولا من خوتو كتحطها كتلصقها للام ديالو تيكيتا. يعني ما كتفرقش ما بيناتهم، ما بين خوتو راه كيبقاو خوتو في واحد المرتبه، وما بين الام ديالو. يعني هادشي اللي كتقول ديال العرضه وهذا 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 حسباتهم على الام صافي، ما غتحيداش ليها، ما كديرش هذا الفرق. وربما لو كانت كدير هذا الفرق غتبان لها الامور بشكل اخر وما غتكونش معقده بالنسبه ليها لهذا الحد اللي يخلي ان حميد ما يبقاش مازال يشوف ديك الجهه ولا يدور بساحه الام. فربما هذا اللي كيفسر هذا الشيء مشاهدينا. وبالنسبه للحوايج اللي قالتهم هو كيفاش سمعتو كيدوي واحد البساطه، ما كملش حتى 2 كلمات، هي طبعا كملاتهم بلاصتو. ربما كتخاف ليه يزلق بشي حاجه ولا كتقول ما كيعرفش يوصل، فهي كتوصل بلاصتو. وطبعا هو ما مختلفش معاها، داكشي اللي كتقول راه كله كيفهمو كياكدوا كيف ما سمعتو. ما غنقولوش شي حاجه اخرى من غير هادشي ولا نجيبو من راسنا، راكم كلشي سمعتوه على لسانو، كيعتبر راسو ماشي مسخوط. ف نتمناو يكون على حق وما يكونش مسخوط وما يكونش القلب ديال الام ديالو كيمشي في هذا الاتجاه ديال السخط، لانه الا كان القلب غضبان راه كيكون السخط طبيعه الحال كاين. ومادام الام شفناها البارح كتبكي ف هي اللي كتحس بالضربه كما كنقولوا. هو الا بغى بقى في هذا الاعتقاد ديالو يعني من حقه، ولكن كنظن بانه في الدنيا بزاف د الحوايج كيطراو وممكن يندم شي نهار على هذا العناد ديالو، خصوصا وكنعاود ناكدها الا ما كانش دليل ملموس شي حاجه سمعوها باللي فعلا داكشي اللي كتقول مريم على انه دار في ولادهم وتكال على ولادهم يكون صحيح.
الا ما كانتش غتبقى الذنب عليه هو كامل، وما غيبقاش نهائيا على الام ديالو على انها دارت ولا غلطات في حقه ولا في ولادو شي نهار. بهاد الخلاصه مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يقدر يجيكم طويل، ولكن لان فعلا الموضوع كيستحق والتفاصيل ديالو متشعبه باش نوقفوا على وحده بوحده ونفهموا ونوصلوا حتى حنا لواحد النتيجه. هاد الشيء اللي كتقول مريم واش حقيقه ناخذوا بها كما هي ولا نختلفوا معاها ولا يكون عندنا موقف اخر؟ طبيعه الحال راكم شفتوا منين درنا الاسقاط عليها الوضع ديالها هي فاش كانت في نفس الوضع مع الام كان الامر مختلف، دابا فاش تحط فيه هو ولا واحد اخر. ما غنحكمش انا، غنخلي لكم نتوما ورا طرحت السؤال وغادي نشوف الجواب ديالكم عليه. واش شكون اللي كتشوفوا فيهم على حق؟ الكلام اللي قالت مريم واش ناخذه كما هو ونقولوا هو الحق فعلا حميد هو المظلوم في هذه الروايه كامله، وإلا طاح شي واحد في بلاصتو في داك الشيء اللي تعرض ليه راه غيبقى عنده نفس الموقف من جهه الام ديالو. فغادي ننتظر ارائكم في التعليق مشاهدينا، لايكاتكم كذلك ما تنساوش لينا. نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء.